السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض هنعمل اسهل والذ وصفه بسكوت ممكن تجربيه. ان شاء الله الوصفه تكون بسيطه وسهله ليكم وتعجبكم وتنرضاكم. شايفين شكل البسكوت؟ اظن هو بيتكلم عن نفسه. حاجه كده والله يا جماعه فوق الخيال. اتمنى ان وصفتي النهارده تعجبكم وتنرضاكم. انا عامله النهارده ميكس بسكوت حلو جدا، اول مره على اليوتيوب حد يعمله. انا عامله ميكس بسكوت اللي هو البسكوت النايس لو انتوا تعرفوه، مع بسكوت اليانسون. طالع طعمه تحفه، اللهم بارك. اتمنى ان انتوا تجربوه وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات. بيدوب دوب كده. شايفين انا قطمته قدامكم وشايفين شكله؟ اللهم بارك، تحفه. مع كوبايه شاي بحليب بالليل او الصبح او في اللانش بوكس لاولادك ان شاء الله. الوصفه تكون بسيطه وسهله ليكم. البسكوت ده من البسكوتات الناعمة جدا، الكريسبي في نفس الوقت، يعني حاجة كده ميكس اللهم بارك تحفة. أتمنى إن انتوا تجربوا. تعالوا بقى بينا قبل ما نبدأ الوصفة نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونبدأ وصفتنا ونشوف عملنا البسكوت بتاعنا ازاي. في بولة فاضية هنزل معايا بيضتين 2 كبار بدرجة حرارة الغرفة. أهم حاجة تكون المكونات بتاعة البسكوت دي كلها في درجة حرارة الغرفة. لو البيض بتاعك صغير ممكن تستخدمي 3 بيضات. هنزل عليهم كمان بنص كوباية سكر، سكر عادي خالص حبيبات. هبتدي اقلب المكونات بتاعتي او امزج المكونات كلها مع بعض كويس جدا. اهم حاجه نمزج المكونات كلها كويس زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هنزل عليهم كمان بما ان احنا استخدمنا بيض، هنزل عليهم بكيسين 2 فانيليا. لو انت عندك فانيليا سايله ممكن تحطي نص معلقه او ممكن تستخدمي ربع معلقه بودر. اهم حاجه نقلب المكونات كويس جدا. في البسكوت ده بالذات لازم ندمج المكونات بتاعته كويس جدا عشان الماده الدهنيه بتاعتك ما تفصلش منك في البسكوت. هقلبه كويس جدا بالطريقه دي لحد ما اتاكد ان حبيبات السكر بتاعتي دابت. شايفين الشكل؟ في الوقت ده انت لو حابه تستخدمي خلاط او تستخدمي مضرب كهربائي عادي، بس انا بقول لك بقلل الامكانيات اللي انت ممكن تشتغلي بيها. هنزل كمان بمعلقه زبادي كبيره عاديه خالص بالميه بتاعتها، معلقه مليانه كده. واقلب المكونات برضو بتاعتي وادمجها كويس. شايفين ابتدى الخليط بتاعي ينعم ازاي؟ كده القوام بتاعه تمام جدا. هبتدي انزل بقى ببقيه المكونات بتاعتي. معايا ايه؟ 3 ارباع كوبايه زيت. الكوبايه اللي هتشتغلي بيها بالسكر هي اللي هتشتغلي بيها في الدقيق، هي اللي هتشتغلي بيها بالماده السائله اللي هي الزيت. وهبتدي اقلب المكونات بتاعتي برضو تاني كويس. اهم حاجه بقى هنا ان احنا ندمج الزيت كويس مع الخليط ده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنزل عليهم كمان بمعلقتين 2 كبار لبن بودر، ممكن تستغني عنه بس اللبن البودر هو اللي هيديكي نفس اللون اللي انتوا شفتيه في اول الفيديو، وكمان بيعلي القيمه الغذائيه جدا للبسكوت. في المرحلة دي هقلب بقى كويس جدا كده الزيت واللبن البودر كويس جدا. هتلاقي بقى الخليط بتاعك ابتدى القوام بتاعه واللون بتاعه يختلف تماما. قلبي بقى على قد ما تقدري في المرحلة دي. انا هنا معايا معلقتين 2 كبار ينسون مطحونين كويس جدا. حابة تستغني عنه براحتك، حابة تحطي قرفة برضو براحتك، دي حاجة راجعه لك. بس يا جماعة والله البسكوت ده من ألذ وأجمل البسكوتات اللي ممكن تعمليه. اليانسون بيوديه في حتة تانية خالص. بسكوت مع جوز هند، ينسون مع جوز هند اسفة، بيديكي تست حلو جدا. هنزل كمان بذرة ملح وهبتدي ادمج المكونات بتاعتي. اقلب بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هنزل بقى عليهم كمان بمعلقتين 2 كبار بيكنج باودر او باكت بيكنج باودر. هو الباكت يا دوب جه معلقتين 2 كبار بالطريقه دي. الباكت ده وزنه تقريبا 16 جرام. هقلبه بقى كويس جدا كده مع الخليط اللي انا عملته ده. لو حابه تضيفي في المرحله دي معلقتين جوز الهند براحتك، انا هكتفي بجوز الهند بره على البسكوت من بره مع السكر. هنزل بقى معايا هنا دول 3 كوبايات دقيق. انت بقى على حسب الماده الامتصاص الدقيق بتاعك او نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، على حسب امتصاصه للسوائل. انا مستخدمه هنا دقيق اللي هو نوع الضحى اللي هو بتاع كحك وبسكوت. انت ممكن تستخدمي دقيق متعدد الاغراض بس يكون دقيق كويس وانت مشتغله بيه قبل كده، او دقيق كحك وبسكوت. خد مني قد ايه؟ خد مني كوبايتين 2 ونص او كوبايتين 2 ونص ومعلقه دقيق. برضو ارجع اقول لك ان كل دقيقه على حسب امتصاصه للماده السائله. بصوا كل الشغل بتاعي في البسكوت بالاسباتولا، مش هستخدم ايدي خالص، هشتغل بالاسباتولا زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. البسكوت ما بيتعجنش. هشتغل بالاسباتولا من الاول للاخر. لمي كده الدقيق بتاعك ودخلي المكونات بتاعتك جوه بعض. عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، البسكوت لو انت عجنتيه او ابتديتي ان انت تعامليه معامله العجين هيطلع منك يابس وناشف جدا. شايفين هنا كنت مزجت المكونات بتاعتي كلها مع بعض، لقيته ان لسه طري او بيلزق. هبتدي اضيف عليه كمان معلقه دقيق كبيره، وهبتدي برضو ادخله بالسباتولا كده جوه بعضه. انت بقى هتعملي له تيست ازاي هوريكي دلوقتي في الفيديو ازاي تتاكدي ان العجينه بتاعتك قوامها كده كويس اللهم بارك.
هنا كده خلاص انا خلصت مسك الدقيق مع البسكوت بتاعي كده، خلاص امتزجوا بقى كويس جدا، الاسباتولا نضفت، البوله بتاعتي كمان نضفت. هبتدي بقى اعمل التيست بتاعي ان انا اخد قطعه من العجين وادورها كده على ايدي واضغط عليه. لو لقيتي العجين بتاعك شقه يبقى انت عايزه تحطي كمان معلقه دقيق، لو لقيتيها طالعه معاكي مطاطيه وناعمه وسلسه كده يبقى انت كده تمام، البسكوت بتاعك كويس وزي الفل. كده كده البسكوت بتاعي خلاص خلصته. هبتدي بقى ان انا اركنه في جنب واجيب بقى المكون التاني اللي احنا هنشتغل بيه. شايفين شكل البسكوت بتاعي عامل ازاي وما استخدمتش ايدي خالص. البسكوت ناعم جدا وما نطرش زيت ولا اي حاجه. هجيب بقى الماده اللي احنا هندهن بيها الوش. انا هنا معايا معايا 3 معالق كبار جوز الهند، ويفضل انه يكون ناعم، ومعايا كمان 3 معالق سكر كبار. هقلب الجوز الهند على السكر بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ده سكر حبيبات عادي جدا، ممكن تستخدمي كمان مع الحشوه دي تحطي سوداني مجروش، او ممكن تستخدمي سمسم، او ممكن تحطي معلقتين 2 ينسون صغيرين مطحونين. خدت قطع من العجين تقريبا قد الزيتونه كده، وهبتدي ادورها كويس واقوم جايه ضغطه عليها بايدي وانزلها في الخليط بتاع التغطيه بتاعه الوش بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اول ما تطلعيها من الخليط ده اديها ضغطه كمان عشان المكونات اللي فوق دي تلزق كويس في البسكوت. على صينيه بقى مش مدهونه اي حاجه هبتدي ارص البسكوت بتاعي. ما تحاوليش ان انت ترققيها قوي او تخليها تخينه قوي. ما بين كل بسكوته وبسكوته سيبي مسافه صغيره لان هو حجمه هيكبر شويه في الفرن. شايفين؟ عملت معاكم واحده كمان بالطريقه دي. هوريكم سمك البسكوته دلوقتي اول ما هنشيلها. ده سمك البسكوت اللي انا عايزاه. وما تحاوليش انك تكبري البسكوته قوي. على صينيه بقى مش مدهونه اي حاجه هبتدي ارص البسكوت بتاعي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هنا كنت خلصت البسكوت بتاعي كله، ما خدش مني اي وقت، اللهم بارك. شايفين شكله؟ المقاس كله واحد. لو انت حابه توزني قطعه البسكوت بتاعتك هتبقى تقريبا من 11 ل 12 جرام. بخله سنان وهبتدي اخرم البسكوت بتاعي كده. لو انت حابه تستغني عن الخطوه دي براحتك، لكن هي بصراحه بتوزع التسويه كويس جدا. وزي ما انا قلت لكم الصينيه مش مدهونه اي حاجه، كفايه الماده الدهنيه اللي في البسكوت. خرمي بقى البسكوت بتاعك كده كله بالطريقه دي. في الوقت ده نكون مسخنين الفرن من قبليها ب10 دقايق، يعني اول ما تبدأي تقطعي البسكوت بتاعك تكوني مسخنه الفرن بتاعك على درجه كام؟ على درجه 180. من 180 ل 170. البسكوت بتاعك بياخد قد ايه في الفرن؟ تقريبا من 10 ل 12 دقيقه. اول ما القاعده بتاعته تحمر تشغلي الشوايه. لو البوتاجاز بتاعك او الفرن بتاعك بمروحه هو هيحمر لوحده. برضو زي ما قلت لكم هياخد من 10 ل 12 دقيقه في الفرن مع التقليب المستمر. كل شويه تديري الصينيه بتاعتك او الصاج بتاعك في الفرن. انا هنا هاخد البسكوت بتاعي بقى وادخله فرن زي ما اتفقنا بالطريقه دي، وارجع تاني اوريكم شكله بعد ما يخرج من الفرن. شايفين شكله؟ اللهم بارك، تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقه دي. بعد ما خرج معايا من الفرن ده كان شكله. سبت الصينيه بتاعتي تبرد خالص، اوعي تشيليه وهي سخنه هيتقطم منك. شايفين شكله وسواه؟ اللهم بارك، تحفه. وطعمه في الوقت ده البيت بتاعك كله بيبقى ريحته اللهم بارك، ريحته جميله جدا جدا من البسكوت. ريحه اليانسون مع جوز الهند بتديكي ريحه تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوه. شايفين شكله؟ اللهم بارك. اتمنى بقى اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو ما ينساش يحط لي لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله الوصفه تكون خفيفه وبسيطه ليكم وسهله. هنحطه بقى في طبق تقديم ونشوف شكله. شايفين شكل البسكوت؟ كميته حلوه جدا. من كوبايتين 2 ونص دي عملت الكميه دي. طعم وريحه ومغذي جدا لاولادك، في بيض ولبن وينسون في جوز الهند. انت حاجه انت ضمناها وعاملاها. وشايفين الشكل؟ اللهم بارك، تحفه. ناعم وهش وكريسبي جدا جدا جدا. من اجمل والذ واسهل الوصفات اللي ممكن تستخدميها. ما استخدمناش فيه ولا عجان ولا خلاط، ولا استخدمتي حتى فيه مضرب ولا قطاعه، كله بايدك عملتيه. ده بقى مع كوبايه شاي كده او كوبايه حليب. ان شاء الله الوصفه تكون بسيطه وسهله لكم. شايفين البسكوته بتتقطم ازاي؟ ناعمه جدا جدا. طعمها تحفه، اللهم بارك. وطبعا انتوا شايفين شكله مش محتاج ان انا اتكلم عنه. بسكوت من ألذ واسهل الوصفات اللي ممكن تستخدميها مع كوبايه حليب. ينفع فطار، ينفع عشاء، ينفع تحطيه في اللانش بوكس للاولاد. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم. بنحفظ البسكوت بتاعنا ازاي؟ بنحطه في علبه محكمه الغلق على رخامه المطبخ. وقت ما تعوزي منه هيفضل معاكي من اول واحده لاخر واحده كريسبي زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. اتمنى ان وصفتي تكون عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وصفة من أسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم. أشوفكم على خير في فيديو تاني إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. دمتم سالمين.